لو فاضل لِك بيضة واحدة في التلاجة تعالي أقول لِك تعملي بيها إيه، كيكة النايتي، كيكة الطفولة سهلة وسريعة واقتصادية كمان. أول حاجة هنسمي بسم الله وفي طبق عميق هانزل ببيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ و2 فانيليا وكمان عندي هنا كوباية من السكر وهنضربهم لحد ما الخليط كده يبدأ إن لونه يفتح معايا وبعد كده هانزل بكوباية من الحليب ما يعادل 200 جرام لو هنوزنهم بالميزان. الحليب هنا هيكون بدرجة حرارة المطبخ وكمان عندي نص كوباية من الزيت ما يعادل يعني 100 جرام تقدري تستبدليها بالسمنة أو الزبدة زي ما انت حابة. هنركنهم على جنب ونحضر المقادير الجافة كوبايتين إلا معلقة كبيرة من الدقيق وعليهم كده معلقة من النشا، يعني خدنا منهم معلقة كبيرة وضفنا عليهم معلقة كبيرة من النشا. هننخلهم كويس جدا وما ننساش ذرة الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وهنقلبهم لحد الخليط كده ما يكون متجانس لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هناخد منهم 3 معالق كده من الخليط بتاع الكيك ونضيف عليه معلقة صغيرة من الكاكاو الخام الغير محلى ونخلطهم كويس جدا. حضرت بقى صينيه مقاس 30 في 40 ودهنتها بدهنه من الزيت وبطنتها كده بورق زبده وفردت فيها بقى الخليط بتاع الكيك الفانيليا وهنعمل خطوط كده بشكل عشوائي من الخليط اللي هو بالشوكولاته او ب الكاكاو. وبعد كده دخلتها على فرن ساخن درجة حرارته 180 بتقعد معايا من 10 ل 12 دقيقة مش أكتر من كده. وبعد كده هنسيبها تبرد وهنطلعها كده من الصينية بمنتهى السهولة ونقطعها لنصين قد بعض. بس مهم جدا انها تكون بارده معانا وهنحشيها بقى بالحشوه اللي احنا عايزينها. انا هنا حشيتها بمربى من التين، تقدري تحشيها شوكولاته قابله للدهن او اي حاجه انت حابه تحشيها بيها. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقطع الاطراف بتاعتها ونسويها ونقطعها بشكل كده الكيكه او بنفس الحجم بتاع الكيك النايتي اللي احنا كنا بنشتريه زمان كده من المحلات. ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفه وهتعمليها ببيضه واحده سهله وسريعه واقتصاديه. تقدري تحطيها للولاد في لانش بوكس المدرسه بديل كده لسناك المدرسه، صحي جدا وعارفاه انت عاملاه ازاي. ما تنسيش متابعة ولايك وشير وسبسكرايب لقناتي.